أنا عندي أخ متجوز وساكن معانا في نفس البيت لأنه بيت عيلة، والجمعة اللي فاتت حصلت مشكلة بين مرات أخويا وأختي الكبيرة. كانت ساعتها مرات أخويا قايمة تعمل السجاجيد بالمكنسة، وأختي معرفتش تنام من الصوت العالي، فقامت زعقت لها وهبت فيها زي البوتاجاز الاتنين شعلة. تقوم مرات أخويا تسكت، وربنا أبدا ده كل واحدة بقت ترمي كلمة للتانية، واللي يصد يرد على التاني على طول. المهم دخلت صح يا أخويا، قوم يا عم مراتك وأختك صوتهم جايب لحد أول الشارع. فقام وغسل وشه وعمل الشاي، وجه وهو حاطط الفوطة على كتفه وقعد، ولما افتكر إنهم بيتخانقوا راح قايم واخد المكنسة من مراته وقال لها شغل تاني يوم الجمعة لأ، واطلعي على الشقة ارتاحي يا حبيبتي. وراح واخد أختي وقال لها المكنسة اهي قفلتها خالص عشان عيونك يا ست البنات، وأنا خليتها تطلع عشان ما تزعليش نفسك، بس أنا طالب منك طلب واحد دلوقتي. أنا خايف إن الشتايم اللي بتقوليها دي تكون سد بينك وبين الجنة يوم القيامة، فما تشتميش تاني يا حبيبتي بالله عليكي. وعشان تكفري عن الذنب ده أنا بقول نجيب واحدة تنظف البيت، وهي برضو تريح أمك شوية، وكل واحدة فيكو تشارك في المرتب اللي هندفعه للست. وراح طالع لمراته قال لها حبيبتي اللي زيك ما تتعبش وتضيع حلاوتها وجمالها في شغل البيت، خليكي مرتاحة، واحنا خلاص هنجيب واحدة تنظف البيت. ودلوقتي أخويا رجع يكمل الشاي بتاعه، وكلهم اتراضوا على بعض والمشكلة اتحلت. والله أخويا ده دماغه متكلفة.